السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده يا جماعة نقول صلى على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى يا جماعة اعمل ايه معاكم؟ كفتة فراخ. اللهم صل على النبي. مقطعه لها الخضار اهون. دوت صدور الفراخ. انا غسلاها ومنضفاها وحطاها في المصفى زي ما انتم شايفينها كده قدامكم حبايبي. غسلتها ونقعتها وحطيتها في الصف. ده بقى فلفل الوان اصفر واحمر واخضر كده، ومقطعه بصلتين هفرمهم في الكبة قدامكم. ودي حتة من اللية هعملها معاها، هتديها طعم بقى جميل. عشان انتوا عارفين طبعا ان صدور الفراخ بتبقى ما فيهاش حاجة خالص، فلازم ان انا احط عليه شوية دسم. هفرم بقى اهوت الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. هفرمه جامد عشان انعمه، عشان انا عايزة المية اللي هتطلع منه اهو. بفرمها يا جماعة، لازم ايه انعمها جامد عشان اصفي منها المية بتاعتها دي، بتاعت الفلفل الالوان والفلفل الاحمر واخضر اللي انا حطيته قدامكم. وهروح بقى ايه مصفيه الميه دي اللي فيه كلها، بس بعد ما انعمه جامد. نزل كل اللي عليه دون الحيطان دي بتاعت الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نفرم كده عشان انزل كل الحاجه اللي فيه اهو. كده خلاص اتفرم اهو، ناعم خالص اهو. هفضيه بقى عشان ايه اصفيه من الميه اللي فيه كلها قبل ما اضيفه على كفته الفراخ. عندي الصفايه بقى واسعه، فحطيته يا جماعه كده عندي ايه منخل كده ضيق. فانا مش عايزه ايه المفروم دوت ينزل مع الميه، فاضطريت ان انا احطه في المنخل كده عشان ينزل الميه بس، عشان المفروم ده انا كله ايه عايزاه. لازم انا اصفيه جامد قدامكم، عشان لو انا سبت الميه دي مش عارفه اتحكم في الكفته وانا بعملها. اهي دي الميه اللي نزلت منه يا جماعه اهو. هركنه بقى دلوقتي كده واقطع ايه الصدور قدامكم عشان افرمها في الكبه. دي حته بقى من الليه، عشان زي ما انا قلت لكم ان الصدور بتاعه الفراخ بتبقى ما فيهاش اي دسمات يا جماعه، فلازم نحط عليها حته ايه مليه كده عشان تديها طعم وريحه، تخلي طعمها جميل. مفرومها بقى قدامكم اهوت وانعمها اهي اتفرمت اهي. وهعمل بقى بقيه الكميه اهي، نعمت خالص اهي في الكبه. هكمل الباقي بقى.
حطيت برضو بقيه الليه على بقيه الكميه اللي فاضله، مش كتير برضو يا جماعه، عشان ايه، انا زمان انتوا شفتوا الحته اللي انا حطيتها في الاول والحته دي برضو، يعني خير الامور الوسط. هفرمها برضو وانعمها ايه قدامكم. الكفته دي يا جماعه جربوها، طعمها بيبقى خطير، منتهى الجمال. خلصتها كده قدامكم اهي، هنزل عليها بقى ايه المفروم، الحاجه اللي انا عملتها قدامكم، الفلفل اهو، مفيش اي ميه، نزلت الميه كلها زي ما قلت لكم. وديت ربطة بقدونس كده انا غسلاها ومنضفاها وفرمتها برضو، عشان مش عايزاها متخرطه عشان متبقاش واضحه، وعايزه الزيوت اللي في البقدونس دي تنزل كده عليها يا جماعه، بتديها طعم جميل اهو. هجيب بقى التوابل وهضيفها قدامكم، بعد كده اقلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. التوابل هي يا جماعه معلقه فلفل اسمر، بابريكا، كمون، بهارات، ملح، معلقه دقيق كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبدأ اقلب ايه الكفتة كده جامد. هاخد بقى قشرة ليمونة كده، يا دوبك يعني ايه حاجة بسيطة كده يا جماعة، تديها برضو طعم جميل اهو. اهي بشرة الليمونة، وحطيت برضو ايه حاجة بسيطة كده بيكنج باودر برضو، عشان ايه ما تبقاش مكتومة في بعضها كده يا جماعة اهو. اقلب بقى كده جامد لما توهها كلها في بعضها. قلبتها بقى بايديا، هي اللي خلصت. اهي غطيها بقى ايه بحتة كيس كده بلاستيك، واسيبها بقى ايه ساعة اتنين، نص ساعة، يعني مش شرط يا جماعة، لو برضو هعملها على طول في ساعتها برضو ما تقولش لا. حطيت بقى خلل السنان دي، مش لا معلش نسيت، حطيت الخلة اللي انا بعمل بيها الكفتة في مية، عشان لما اجي احطها يا جماعة ما تتحرقش مني. جبت بقى شوية زيت وايه عشان بس تسيب من ايدي ما تمسكش في ايديا، واصبعها كده ونحطها بقى على الشواية قدامكم اللي هي بالكهرباء، وهتشوفوها عاملة ازاي. بس احنا لسه مشغلين بقى الشواية مخلينها تسخن. هجهز فيها كده وهحطها قدام منكم. لازم قبلها بشوية حطوا يا جماعة الخلل ديت في شوية مية. اهو هنرصها بقى دلوقتي. لو مفيش برضو يا جماعة بتتحط في الفرن عادي بتاع البوتاجاز، او عندكم جريل برضو تحط على الجريل، ما تقولش اي حاجة، تتعمل برضو معاكم. اللي ما عندوش لا جريل ولا عنده شواية يحطها في الفرن بتاع البوتاجاز اهي، تستوي على طول، بتبقى جميلة. المية برضو اللي طلعت منها يا جماعة من الخليط اللي انا فرمته قدامكم دون، هروح بعد ما تستوي كده هروح مديها لون كده هون، وحطها برضو في الشواية. طعم برضو الفلفل والحاجات اللي نزلت منه دي بتديها طعم جميل. خدت الطبعة بتاعت الشواية يا جماعة.
عايزة تغطّي برضه بيها، ولو في الناحية التانية برضه تنفع إن إحنا نرُص عليها برضه يا جماعة ونعمل برضه. أهي. ريحتها جميلة، جميلة. تتاكل يا جماعة بعيش، تتاكل بفينو برضه. اللهم صل على النبي. لو حبيتِ تعملي جنبها شوية مكرونة، شوية مكرونة وشوية رز وشوية سلطة، زي العسل. حبة مخلل، كاتشب، مايونيز، تومية تتعمل لها برضه. إحنا عامةً هنعمل جنبها كاتشب، وهنعمل جنبها تومية مع حبة مخلل كده، وهناكلها بعيش وهناكلها بفينو اللي هو الكايزر ده يا جماعة. ريحتها قلب البيت كله، بسم الله ما شاء الله. هاحطها بقى دلوقتي كده في الصينية ديًا، وزي ما قُلت لكم كده هانزل عليها بالصوص اللي نزل من الفلفل، بالبصل، بكله. أديها لون كده بالفرشة وأحطها في الشواية. أهو يا جماعة. أفتح الفرن وأحطها. أهي يا جماعة. حاطة أنا بقى عيش كده ومخرطة عليه بصلاية رنشات، ونازلة عليه بشوية بهارات كده وتوابل بربطة خضار، وفوق منها كده جميلة، جميلة. عاملين لها كاتشب، وعاملين لها إيه، تومية ومايونيز برضه يا جماعة. زي العسل. أهي. تتشال عادي خالص أهي استوت. بألف هنا وشفا. قل صلى على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. مع السلامة.